عملت لكم النهارده طريقة للسمك البلطي من غير قلي ومن غير زيت ومن غير تعب خالص يا جماعة. النهارده بقى طريقة حلوة قوي للسمك البلطي. يلا بقى شجعوني، قولوا لي سلم ايديك يا ابانوب، ومحضر لكم مفاجأة كبيرة قوي. بس شجعوني الاول. اول حاجة كده عندي بصلاية كده في الكبة، نزلت عليهم بفلفل اخضر، ممكن احط فلفل الوان كمان، وطماطمايه وراس توم مفرومة وهريسة شطة. وعندي بقى شوية خل وكمان دبس الرمان بيدي طعم حلو قوي، وشوية توابل. عندي بقى ملح وكمان الكمون اللي بيحبوا السمك، وشوية من الكزبرة الناشفة، ورشه بسيطه من الفلفل الاسود، ورشه كركم بسيطه. وبعد كده هنزل بقى بشويه من زيت الزيتون. هسكت؟ لا طبعا مش هسكت، هقفل بقى الكبه واضرب بقى في الخلطه دي لحد ما الخلطه يبان لها صاحب. لازم يا جماعه الخلطه تكون ناعمه جدا جدا جدا. وعلى فكره ممكن تزودوا معلقه صلصه كبيره، تمام زي ما انتوا عاوزين يعني. بعد كده هي دي بقى الخلطه بتاعتنا. تعالوا بقى ايه نروح للسمك البلطي. عايز اقول لكم ان الوصفه دي ممكن نعملها في سمك بولتي، نعملها في ماكريل، نعملها في بوري، اللي انتوا عاوزينه. السمكه اصلا ما كانتش عايزه ايه تيجي، شكلها لسه صاحيه وبتلعب، بس ايه قفشتها طبعا، وقلت بقى نعمل لها 3 فتحات من الوش كده ومن الظهر. لازم يا جماعه نعمل لها فتحات علشان الخلطه ندخلها كده جوه ايه، جوه السمكيه نفسها. وهتلاقي بقى في مزازه حلوه كده في السمك علشان انا حطيت ايه دبس الرمان، هيدينا مزازه حلوه قوي. هبدا بقى اعمل للسمكه كده فتحات حلوه جدا. وكمان ممكن عايز اقول لكم ان احنا ممكن نضيف كمان عصير ليمون فين في الخلطه دي، تمام. بعد كده هنزل بقى بالخلطه بتاعتنا. شايفين الخلطه حلوه وجميله ازاي؟ شكلها حلو قوي وريحتها حلوه جدا جدا جدا، فوق 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 بجد ما تتخيلوا. هاخد بقى الخلطه الحلوه دي، ابدا كده افتح كده بطن السمكه واحشيها من الخلطه. على فكره ممكن تحشوا برضو بطن السمكه، تقطعوا فلفل اخضر، تقطعوا فلفل الوان، شرايح طماطم، شرايح بصل، وتحشوا بطن السمكه تبقى شبه السنجاري شويه. اللي انتوا عاوزينه برضو ايه، انا بديكوا كذا طريقه للسمكيه. هسالكوا سؤال عقبال بقى ما اتبل السمك. انا قلت حطيت حاجه في الخلطه علشان تدي للسمكه مزازه. حطيت ايه؟ لو فاكرين اكتبوا لي في الكومنتات. طبعا انتوا خلاص بقيتوا ايه، اساتذه اساتذه بجد. وشجعوني بقى علشان بجد انا اعمل لكم مفاجاه وان شاء الله تعجبكم، وهتقولوا دي احلى مفاجاه من ابانوب. بس ايه، تابعوني. بعد كده هقلب بقى كل الكلام الحلو ده. شايفين السمكه حلوه وجميله ازاي؟ هتبل، ويا سلام لو الخلطه قعدت جوه السمك مثلا ايه بتاع ساعه ساعتين. كل ما الخلطه قعدت في السمك كل يبقى طعمه حلو. هدخله الفرن على درجه حراره 180، بيقعد من تلت ساعه نص ساعه. وفي اخر كده 5 دقايق بفتح له الشوايه ياخد لون. بصوا ماسك نفسه، ولا مهري ولا طري ولا حصل له اي حاجه. اديله بس ايه رشه ايه بقدونس على كزبره، وكده احلى سمك في الفرن من ايد مين، ايد الشيف ابانوب. بصوا الحلاوه والجمال يا جماعه، بجد جربوا الوصفه هتعجبكم. وانتوا بتاكلوا هتدعوا لي. شيروا الوصفه لكل حبايبكم وقولوا لهم جربوا السمك على طريقه ابانوب، وبجد بجد هتعجبكم. بصوا السمكيه ماسكه نفسها ازاي. ابدا بقى يا باشا افتح كده، بصوا ابيض وحلو وجميل. لو الوصفه عجبتكم اعملوا لها شير لكل حبايبكم.